بيرتقي هاتشي للمستوى الفضي واللي بيكون فعلا 40% من السلالة، وكسب موهبة العناصر الطبيعية حاجز الأرض اللي بيقوي دفاعه ل5 أضعاف، والاندماج الأرضي اللي بيرفع قوة الهجوم والدفاع للضعف، ومهارة الجاذبية الأرضية والأساس الأرضي. وده رقم مستوى سوباي للمستوى الفضي. بيتفاجئ سوباي من ترقيته للمستوى الفضي، وده بيحمسه يأكله أكتر. وبالنسبة لوايت فارتقت لقمة المستوى البرونزي مع تفاعل 30% من دماء النمر الأبيض، وحصل على 3 مهارات زي مخالب الذهب الحاد. بيفرح سوباي من هذه القوة الساحقة، بالإضافة إن هو ارتقى للمستوى الفضي، وعشان يوصل لمرحلة المستوى ده بيحتاج يتدرب لفترة كبيرة، ويبقى اسمه عبقري لو ارتقى للمستوى الفضي في سن ال20. بيخش فجأة هان بكل سعادة وبيمسك رجل سوباي، بيقوله سوباي في ايه يا ابني؟ ليه متحمس كده؟ اهدى وفهمني. فبيقوله هان ان هو تقريبا استيقظ واصبح مروض وحوش زيه، وبيخرج وحشه واللي بيكون سلحفة. بيتوتر سوباي وبيسأله ازاي حصل على سلحفة ملكية. فبيعرفوا هاني ان والده لما عرف ان هو استيقظ وبقى مروض وحوش كان متحمس جدا ساعتها، وقال ان هو يصرف الكثير من المال عشان يجيب وحش في المستوى البرونزي. ساعتها بيقول له هان ولكن ما الذي يمكن لوحش في المستوى البرونزي فعله؟ لو كنت هربي وحشي فهربي سلحفة. المروض مش هيكون مروض جدا لو مرباش سلحفة، ولا ايه رايك يا سوباي؟ بيتوتر سوباي ومش عارف يرد يقول له ايه. وهنا النظام بيهني سوباي على تفعيل الموهبة الجديدة واللي هي الهيمنة، ودلوقتي يمكنه استعمال دم الوحش الملكي عشان يساعد الاشخاص اللي وصلوا درجة معينة من الايمان اتجاهه، وفي اعماقهم عندهم رغبة قوية ان هم يكونوا زيه، وده يساعدهم على الاستيقاظ ويخلي الوحوش اللي بيروضوها تكسب دم الوحوش الملكية ويكون اسلم من الوحوش الملكية. وصوباي متفاجئ من هذه المهارة الساحقة، وده معناه ان هاتشي ووايت هيكون لهم تلاميذ واحفاد. بيكلموا وقتها هان صوباي انت لا اكثر حماسا مني. بيقوله صوباي لا شيء جيانج، في الواقع كلامك صح، لو كنت تربي وحشي فليكن سلحفة والا مش هكون مربي قوي. بننتقل بعدها للجامعة، وقتها بيظهر الكثير من الأشخاص اللي عايزين يكونوا مروضوه وحوش. فبتقول لهم المسؤولة أيها الطلاب اهدوا رجاء، ولو اخترتم جامعة جانج للتدريس فأكيد نرحب بيكم. ودلوقتي الجماعة اخرجوا الوحوش الأليفة الخاصة بكم. بيخرج الجميع الوحوش واللي بيكونوا سلحفات. فبتقول لهم المسؤولة وهي متفاجئة الكل مربي سلحفة؟ ده مش هيبقى درس، ده هيكون اجتماع للسلحفة. هو جوانج انت حكم روض وحوش؟ بيقول لها هو جوانج اكيد، وده هو وحشي، ولكن بتقول ان ما عندوش اي قوة روحية، واضح انك مقاتل قوي فقط، والسلحفة دي مجرد وحش بري بيتباع في السوق، وانت هناك انت مش خبير قوة الرعد. وانت بيتعصب الجميع من كلامها ومصرين على اخذ الدرس. وقتها بقى بيعدي صوباي وبيتفاجئ من افعال الاخرين، وهنا بنت بتشوف صوباي وبتعرف الجميع ان صوباي هنا، فبيرهب صوباي باقصى سرعة والجميع بيجري وراه. بننتقل بعدها لاجتماع الجيش الأمامي. بيعرفوا تحت المصريين الزعيم إن قبائل العدو وعرفوا تحركاتهم، وده خلاهم يرسلوا كثير من الوحوش زي القط الجهنمي والذئاب والدب الحفار وغيرها من القبائل اللي مقررين عشان يتجمعوا، بس التفاصيل عن ذلك مش واضحة. فبيقول لهم المدير تحركاتهم مستمرة في الزيادة، أيا كان هدفهم لازم نكون المهاجمين الأوائل. لهذا يجب اختيار 3 محاربين من المسابقة الدورية للذهاب لبركة المياه الزرقاء لتولي مهمة الاستطلاع. ولكن بيقوله مسؤول ولكنها منطقة محظورة يا زعيم، وده المتسابقين لما تخرجوا بعد، هو ده مش خطر عليهم؟ فبيقوله التاني أستاذ ني فكر في الأمر. وبيقولوا بعدها المدير ان كمان المحاربين من البشر في النهاية يجب عليهم التوجه لجبهة العدو، وانا اعتقد ان هم قادرين على اكمال المهمة، بالاضافة ان طالما انا هنا في القيادة فذلك الملك من القبائل العدو مش هيتحرك بهذه السهولة، لذا هذه المهمة الاستطلاعية مهمة جدا، نفذوا الاوامر. في الجانب الآخر عمنا الصوبي لسه بيهرب من الناس وبيذهب لعند المدير وبيكلمه وبيقوله يا مدير جامعتنا بقت مزرعة السلاحف. بيقوله المدير صوباي جيت في وقتك، ده هو رئيس عائلة تشاو مان، وهو هنا شخصيا عشان يرجع السيف المزدوج والباقي هم ضيوف العائلة. فبيقول لهم صوباي انتوا هنا بقى عشان ترجعوا السيفين، هو مش المدير اعطاهم ليه؟ بيرد عليه واحد منهم بكل غضب مستحيل، السيفين ملك عائلة تشاو، لو ما كانش بس السيد تشاو اتدخل كنا اتكلمنا وقتها، جينا اليوم بنية صادقة عشان نرجع السيفين وفي النهاية عملنا كده. بيفكر وقتها صوباي وبيسمع كلامه، ها يا لها من وقاحة، ضرب الطاولة قدام مدير الجامعة، وهنا بيهدد المدير بكل غضب وبيقول لهم يا سادة هنا جامعة جانج تشو مش بيتكم. صوباي لو كان عايز يبيع أملاه فده حقه،
صوباي خد راحتك. فبيكلم السيد الشاو صوباي: صوباي ايه شروطك؟ فبيقوله صوباي: انا مؤخرا بستعمل السيفين بسهولة. فبتكلمه بنت: يا صديقي، بما اننا هنشارك الجماعة في معارك القبائل في المستقبل، فرفع قوتنا هو الخيار الاكثر قيمة، وبدل الاحتفاظ بهذه الخردة اللي مش هيفيدوك فالافضل انك تبدله بالمواد اللي انت محتاجها. بيفكر صوباي في الامر وبيلاقي ان كلامه منطقي، فبيقول ان هو عايز مليار. بتتفاجئ البنت وبتقوله: ماذا؟ مليار؟ ده حتى صناعته مش هتكلف المبلغ ده. ولكن بيقول لها صوباي: انت مخطئة، والسيفين لو فضلوا معايا مش هيكون لهم فايدة كبيرة، ولكن لو كانوا في يد تشاو زيك فهيكونوا وسيلة لإنقاذ حياته، ومليار مش كتير عليه صح؟ بإضافة إن صنع سلاح مقدس بياخد وقت كبير، وده بيعصب رفض العيلة عشان بيستغلهم، والمدير تشو بيشاهد تعابيرهم وهو بيسخر منهم. فبيكلم السيد تشاو صوباي: تمام اتفقنا، هيتحولوا اليوم، ويا ريت في نفس الوقت تسلم السلاح، بس ما تقلقش هنتبادل المال والسلاح في الوقت ذاته. وبعدها بيغادر. بيكلم بعدها صوباي المدير وبيسألهم هما ليه مستعجلين عشان يفكوا هذا الكم الهائل عشان يرجعوا السلاح، هو ده عشان التحركات اللي في الجبهة؟ بيقوله المدير: تخمينك صح، والجيش أصدر أوامر رسمية ويجب على جميع الطلاب والمدرسين الوصول للجبهة في غضون 3 أيام، والمرة دي أنا ذاهب أيضا، بالإضافة إن الجيش كلفك أنت وتشانج بمهمة خاصة. بيستغرب صوباي وبيقول له: أي مهمة؟ بيقول له المدير إن هذه المعركة هي أول معركة من أكثر من 100 سنة يكون فيها البشر بشأن الهجمات ضد الأعراق الأخرى، ولما يوصلوا ساحة المعركة مش هيكونوا مدراء ولا مدرسين أو طلاب، كلهم هيكونوا محاربين، ويجب أن نمتلك الشجاعة التي لا تعرف الخوف لإكمال المهمة. فهمت؟ وفي جامعة الإمبراطورية بيلقي مدير الجامعة خطاب، وبيعرفنا إن جامعة الإمبراطورية هي مكان يتجمع فيه العباقرة لما تخوض البشرية الحرب، ويكون محاربي الإمبراطور في المقدمة، لذا حاربوا من أجل الوطن. بننتقل بعدها لجامعة ماو، ووقتها المدير الجديد بيلقي خطاب بيحمس الطلاب للمعركة القادمة، وبعد كام يوم بيذهبوا لحسن سور عظيم، ووقتها الجماعة بيجهز كل شيء وبيستعدوا لمعركة الغد، وبيراقبوا تحركات العدو لحظة بلحظة. بيلاحظ وقتها صوباي إن كل طلاب الجامعات الآخرين لابسين دروع اللي هم لسه بزيهم الرسمي، وده هيعرضهم للخطر في المعركة، فلماذا لا نحصل على دروع أيضا؟ في النهاية جامعتنا أصبحت غنية. بيقول لهم المدير شو: لو كانت في الأوقات العادية فجامعتنا عندها القدرة بالفعل، ولكن دلوقتي زمن الحرب لا يمكن الحصول على الموارد إلا بالإنجازات العسكرية. بيتفاعل بعدها الإنذار وبيعرف الجميع العدو بيهاجم، فبيستعد الجميع بسرعة، ووقتها بيستقبل القائد العسكري جميع الجامعات وبيقول لهم مفيش داعي نعرف عن نفسنا يا سادة، العدو بيهاجم وانتم المسؤولين عن التنسيق مع الجيش للدفاع عن السور، وبدون امر عسكري محدش يقتل في الحرب. وبعدها بيذهب الجماعة لأماكنهم. بيصعد صوباي والآخرين على السور وبيتفاجئوا كم الوحوش اللي بيهاجموا، وده بيخلي زميل صوباي يفكر لو كانوا هيقدروا حقا يقتلوهم. بيقول لهم المدير ان القوة الرئيسية في المعركة قدام كل الأعراق هي الجيش، ومهمتنا هي التنسيق في القتال والتكيف مع ساحة المعركة. فبيقولوا صوباي: يا مدير، هم أمروا بعدم قتال أي شخص، بس الوحوش يمكنها ذلك صح؟ بيفكر بعدها صوباي في هذا الكم من الوحوش المفترسة، ودي فرصة كويسة عشان يحصل على الكثير من نقاط الإنجاز. بيتفاجئ وقتها المدير من تعبير صوباي وعارف ان هو اكيد ناوي على شيء، فبيكلمه المدير: صوباي دي ساحة معركة يعني مش لعب عيال. ووقتها يفعل جميع المدافع وبيهجموا على الموجة بقوة ساحقة، وبعدها بيدخلوا المدافع للشحن، ولكن الوحوش بتقرب منهم بسرعة كبيرة، فبيندفع المحاربين من الفئة البلاتينية على الوحوش وبيهجم الجيش أيضا، والاتنين بيقطعوا في بعض بقوة ساحقة. بيكلم بعدها طلاب المدير تشو عشان يقتلوا مع الجيش، ولكن بيقولوا المدير ان ده ميدان معركة يعني مش مكان التصرف بتهور، ومهمتكم هي التنسيق والدفاع عن السور، والجيش أصدر ده عشان يحميكم. صوباي يسكت: لا طبعا. بيخرج وقتها عمنا صوباي وحوشه في الوقت اللي المدير بيكلم الآخرين، وفجأة بيهجم مدفع على وحش وبيقتله، وده بيخلي الجميع مستغرب المدفع شغال مع انهم متوقفين، حتى الجنود مستغربين من الأمر. فبيقولوا التاني الهجوم جاي من هناك، واللي بيكون هاتش هو اللي بيوجه ضربات على الوحوش، وده بيوتر المدير من أفعاله. والفريق متفاجئ من قوة هاتش الساحقة، ووقتها بيهجم على الوحش قوي ولكنه مش بيأثر عليه كثيرا، فبيتعصب صوباي بيكلم هاتشي وبيعرف ان هو يركز على الوحوش البرونزية فقط عشان يجمع الانجازات، وبيكلم بعدها وايت عشان يقتل بكل قوته، وبيعرف ان هو لو ما قتلش كويس هيخلي هاتشي ياخد طعامه. والجيش متفاجئ من قوة وحوشه الساحقة. وبعد فترة قصيرة بيقضوا على كل الوحوش، وبيذهب محاربين المستوى البلاتيني خلف الوحوش اللي هربت، والمستوى الذهبي مهمته هي القضاء على الوحوش اللي في الساحة. والمدير تشو متفاجئ من طريقة صوباي
وبيسألوا زمايله ازاي رفع قوة الوحوش بهذه السرعة. بيقولوا الثعبان الفضلي بيعود لدعم المواد اللي بيقدمه المدير. يا مدير، ايه رأيك في عملي؟ فهل يمكن الحصول على النقاط العسكرية؟ وده بيخلي المدير متوتر من حال صوباي، وبيقولوا ان هو قتل الكثير بالفعل من الوحوش، واكيد حصل على الكثير من النقاط العسكرية، واحنا لم نشارك ابدا في القتال، لذا مش هناخد اي نقاط عسكرية. بننتقل بعدها لمكتب الجنرال، ووقتها بيعرفوا الموظف عن الخسائر اللي تلقاها في المعركة واللي تعادل ل 500 جندي، ولكنهم في المقابل قتلوا أكثر من 125 ألف وحش مفترس وانتصروا في غضون نص ساعة فقط. بيقولوا للمدير وان شان: جيد، ابعت الأوامر للقوات الرئيسية وخليها تاخد راحة عشان بكرة عندنا معركة مرة أخرى. بيعرف الموظف بعدها إن في شيء تاني، وحسب كلام قائد الفرقة مع إن طلب صوبال للمشاركة في القتال، ولكن يستخدم وحوشه كمدافع كريستال ليقضي على الأعداء، وده بيفاجئ الجنرال وان، وبيقول إن هو يعرف كمية الوحوش اللي قتلها ويعطيه نقاط عسكرية. بنذهب بعدها للقاعدة. بينزعج وقتها طلاب الجامعات عشان ما شاركوش في المعركة لأنهم كده مش هياخدوا أي نقاط عسكرية، ووقتها بيعدي الفريق مو على تصنيف جامعة جانج تشو، وبيتفاجئ من الكم الهائل من النقاط اللي حصل عليها صوباي واللي كانت أكثر من 40 ألف نقطة، وده بيعصب قائدهم من تجاوزه. صوباي، هعديك أكيد. بيظهر بعدها صوباي وبيكلمه: هو مش ده تشاو القديم؟ فينك راجل من زمن، اتعودت على سيفك المزدوج ولا لسه؟ وبالحديث عن ده، حصولي على كل الانجازات دي كان المفروض دعم العم تشاو الكبير. بس يا صديقي، لو احتجت اي شيء في المستقبل عرفني، بس احنا في النهاية اصدقاء، افرد وشك بقى. بيقوله تشاو بكل انزعاج: ومين قالك اني صديقك؟ انا تشاو زي، مستحيل اكون صديق لحد زيك. بيقوله صوباي: لا تكن هكذا يا تشاو، هو سيف ده مضايقك؟ طب بص يا صديقي، انا قريت الكثير من الكتب عن الحداده وعندي خبره كبيره في صيانه السلاح، فخليني اساعدك في صيانتها. ويا عم هعمل لك خصم. استنى يا ابني، انت رايح فين؟ وفي اليوم التاني بيتفعل الانذار وبيستعد الجميع للقتال. بيكلمهم بعدها القائد تشاو يي: الهجوم اللي حصل في السابق كان هجوم استكشافي فقط، واليوم هنواجه جيش اكبر من الوحوش اللي فاتت، ولكننا مش هنقعد نستنى الموت. اليوم هو الهجوم المضاد الكبير لجنسنا البشري بالكامل، لذا الكل يستعد لحماية جنسنا البشري. بيتحمس الجميع بيندفعوا للمعركة. ووقتها بيلاقي المدير تشو مع طلاب عند السور. بيسألوه وقتها المدير لو كانوا هيفضلوا في السور المرة دي كمان، ولكن مش هينفع نفضل كده مختبئين للأبد. فبيقول له المدير إن الأوامر العسكرية ثابتة كالجبال وقريبا هيجي دوركم. ووقتها بيكلم عسكري فيلق المتحولين يبدأوا الهجوم. بيهجم بعدها الفيلق بأقصى قوتهم. الدمار مغطي الساحة يا صديقي، الوحوش بتعاني من هجماتهم الساحقة، والصوباي والآخرين مصدومين من الجحيم اللي بيحصل في المكان. ووقتها بيقول صوباي: فهمت ليه بيقولوا إن ساحة المعركة هي جحيم أرضي. بيلاحظ بدل الجنود هجوم وحوش الدب الحفار، فبيستعد فلك الدروع الثقيلة وبيهجم عليه بالدروع، وبيحاول بأقصى قوته يصد الهجوم. بنلاقي وقتها في الخلفية زعماء الوحوش. بيتفاجئ الصبيان إنهم في هيئة البشر، فبيقولوا المدير: محاربين المستوى البلاتيني يمكنهم تغيير شكلهم، ولو وصلوا للمستوى الماسي محدش يقدر يفرقهم عن البشر، حتى لو عشت معاهم، طالما لم يكشفوا عن نفسهم محدش هيعرفهم. بيكلموا بعدها يونجو وبيسألوا امتى القيادة هتعطيهم مهمة. بيقولوا المدير المعركة شراستها بيزيد مع الوقت، قريبا هتأتي مهمتنا. بينادي بعدها الجندي على جميع أعضاء الفرقة الاحتياطية، وبيأمرهم بالتعاون مع القوات الرئيسية لإنقاذ الجرحى وتنظيف الساحة، والجماعة هيتم تقسيمه للفرقة الصغيرة. وبينادي على الفرقة الأولى واللي بيكون صوباي وتشينج وهان، وقائد الفريق هو صوباي، ومفيش أي مهام إلزامية. تقدروا تساعدوا في تنظيف الساحة أو التوجه للجبال وتنضموا للجيش الرئيسي. قائد الفريق هو اللي هيقرر كل ده، والفريق التاني هو وانج وتشاوزي وجين وزينج لي. وقائد الفريق هو وانج يانج، ومهمتهم هي التوجه للجبال والانضمام للجيش. وبعد فترة بينتهي من توزيع الجميع. بيقول لهم بعدها بكل جدية: اذهبوا يلا ونفذوا الأوامر. بيتفاجئ وقتها البعض إن صوباي وتشينج وهان موجودين بفريق واحد فقط، مع إن هان من جامعة مختلفة. بيذهب وقتها اللي عند صوباي: مرت فترة من آخر مرة، امتى هنتقتل تاني بقى؟ بيقوله صوباي: هان القديم، خلي ده لاحقا مع حقيقة هذه المهمة، وإن هما خلونا فريق واحد والمهمة غامضة أيضا، أكيد في حاجة غريبة. بيقوله هان: صوباي انت القائد، هتعمل ايه؟ وهنا صوباي بيفهم الامر، وبيقول لهم بعدها صوباي: الامر بتقول ان قائد الفريق يمكن التصرف بحريه، اعتقد اني فهمت الامر. بيقولوا تشينج: فهمت ايه؟ ولكن بيقول لهم صوباي: تعالوا بس يلا. وبيستأذن بعدها صوباي المدير المغادرة. بيقول له المدير: انتبه يا فتى، حياتك اهم من اي شيء. بينطلق صوباي وبيقول له تمام، وبينادي بعدها الاخرين. بيسألهم الاتنين وقتها عن مهمتهم بالظبط. بيوصلوا بعدها لساحة المعركة. بيتفاجئ صوباي من اللي حصل في المكان. بيكلموا بعدها هان:
الموت في المعركة هو أعلى شرف للمحارب. بيتضايق سوباي بيقول لهم ارتاحوا وأنا هكمل الطريق بعدكم. بيكلم تشينج سوباي. سوباي أنت كويس؟ بيقوله سوباي أنا كويس. بيقوله المحارب هان ده هو مصير جنودنا. ووقتها بقى صديقي عمنا هاتشي وايت شغالين الأكل وبياكلوا في النوى الخاصة بالوحوش، وطبعا الساحة بالنسبة لهم جنة. بيظهر بعدها آثار جنود قادمين اللي عندهم، فبينادوا سوباي على الوحشين وبيرجعهم بسرعة. وبعدها بيكلم هان وتشينج يلا بينا نكمل طريقنا. فبيقوله تشينج على فين؟ هو مش ده اتجاه الجبال؟ فبيقوله سوباي مدوا يلا بسرعة ولا القوات تلحقنا. ووقتها تشاوزي متفاجئ من اندفاعهم للجبال بتهور. فبيقول له هوانج ان هم اكيد متحمسين جدا. الفريق التاني يستعد، هنذهب ايضا، يلا بينا. مهمتنا هي المساعدة في استكشاف المنطقة مع الجبال خطرة نوعا ما، ولكن لو بعدنا عن المناطق الخطرة مش هيكون في اي مشكلة. بيكلموا بعدها تشو عشان يزودوا السرعة عشان يلحقوا سوباي. في الجانب التاني بيوصل فريق الصوبان للمكان وبيتفاجئوا من كثافة الدخان اللي في المكان، وده بيعيق رؤيتهم. بيقولهم تشينج بالإضافة إن تضاريس معقدة جدا من السهل إيقاع الجنود في كمين. بيقوله سوباي ولكنه مع ذلك مواصل للقتال بفرقة صغيرة. بنلاقي وقتها مركز في شيء وبينادي بعدها عليهم، وبيخرج فتر وعرفوا ان ده فتر الدم، وده فتر من الدرجة الأولى ويعد مكون أساسي في صناعة جرعات الطاقة، ولو اتعاد في المتجر احتمال يتباع بأكثر من 100,000. وهنا الصباب بيصدم من السعر وبيقولوا ازاي انتم من الرفاق لو كنتم في عجلة وأنا هجمع الفتر واجي وراكم. بيقولوا تشينج سوباي هو مش عندنا مهمة لازم نكملها ولا ايه؟ ولكن عمنا صباي مركز فقط على جمع الفطر، وطبعا عمنا هاتشي ووايت شغالين الاكل في اي حاجه. بيلاحظ ان وقتها شيء قادم لعندهم وبيحذر الاخرين بقدوم وحوش لعندهم، واللي بيكون افعى براسين من المستوى الذهبي وذهاب من المستوى الفضي. وهنا بيقول لهم صباي مع ابتسامه افعى ذهبيه بس انا وحدي كفايه، كملوا انتم يا رفاق وسيبوهم عليا. ولكنهم بيدافعوا عند الوحش وبيكلموه لو تفكر حتى في اخذ المجد لنفسك، وبيهجموا الوحوش باقصى قوتهم. بيهجم وقتها صباع راس افعى وبيكلم هان ارتاح انت بس واعطيني 5 دقايق وهتكفل بامرهم. بيقول له هان مر بس كام يوم وانت على وشك الاختراق للمستوى الفدي المتوسط. بيقول له تشينج سوباي لا وقت للكلام الان، اللي عايز يقتل الوحوش يعتمد على قوته فقط. وقتها بيوصل فريق تشاولا عندهم واللي بيكونوا متفاجئين من القتال اللي بيحصل قدام وحش المستوى الذهبي. بيذهبوا بسرعه لعندهم عشان يدعموهم، ولكنهم بيتفاجئوا ان هم قضوا على كل الوحوش بسرعه كبيره. ووقتها تشينج وهان متعصبين من سوباي لانه استهدف نقاط ضعف الوحوش وقتلهم بردك. بيعطي بعدها سوباي النوى للوحشين. بيوصل وقتها فريق وانجي لهناك وبيتفاجئوا ان هم بس قتلوا الوحوش وكمان بسرعه كبيره. بيكلم بعدها قائد الفريق هان يا هان اللي عجب انك اقوى عبقري في جيش حراس السور العظيم. بيرد عليه هان بكل انزعاج انت بتسخر مني فقط، معظم الوحوش اللي هنا قتلها الصباب مع وحوشه الأليفة، وانا وتشينج اللي معطونا اي فرصة حتى نعمل اي حاجة. بيتصدم تشاوزي من كلامه انت قصدك سوباي هو اللي قتلهم بهذه السرعة الكبيرة؟ بيكلموا بعدها سوباي هو مش ده تشاوزي؟ انت هنا عشان صدق في الصيانة صح؟ سواء صدقت ام لا، ولكن افتقد السفير حقا. بيتعصب تشاو من كلامه وبيقول له وقف عندك هنا وستوب. بيوقفوا قائد الفريق وبيكلم سوباي تمام المهم دلوقتي نكمل المهمة. سوباي انت قائد الفريق الاول عندك اي افكار؟ بيقول له سوباي المكان ده كويس جدا وهتعمق في المكان وادمر الوحوش من اجل تامين قاعده مستقره لجيش البشر. بيشهد وقتها هان وتشينج هم مصدومين هو ايه الكلام ده؟ انت بس هدفك تجمع كنوز بس وقتل الوحوش، هو مش ده عشان الانجازات اللي هتاخدها؟ بيرد وقتها القائد وانج عليه يعني تفكيرنا واحد. طب ماذا هنتعامل في المرة القادمة؟ بيقولوا سواء ما عنديش مشكلة بس عايز افكركم بس لو وجدنا الموارد اللي هيوصل اولا ياخدها اولا، وما عنديش حاجة اسمها توزيع العادل. ها ايه رأيك؟ بيقوله هوانج تمام انا موافق. بيقوله بعدها صباح وهو بيجري اذا انا ذاهب، اللي حصلني يكسرني يبقى الحقوني بقى. بيحاول وقتها هان وتشينج يوقفوا عن اخد كل شيء. بيتفاجئ واحد من الفريق من كلامهم ومش فاهم قصدهم ايه بالكلام ده، فبيقولوا لقائد وانج هتفهم مع الوقت بس يلا نلحقهم بسرعة. وبعد فترة بيلاحظوا انهم توقفوا. بيوصلوا عنده وبيتفاجئوا من كمية الوحوش اللي ظهرت دفعة واحدة وكلها وحوش في المستوى الذهبي، حتى في وحش في المستوى الذهبي المتوسط والمستوى الذهبي المتقدم. بيظهر بعدها وحش في المستوى الذهبي المتوسط وبيسخر منهم يا حمقى ازاي خليتهم مجرد بشر المستوى الفضي يوصلوا لهنا. بيتفاجئ وقتها الصبي ان هو في هيئة البشر مع انه في المستوى الذهبي فقط. فبيقولوا هان انهم من عشيرة الافاعي السوداء اقوى الفصائل التابعة للتنين الجهنمي احد الملوك التلاتة الكبار، وعندهم فصولات النبيلة يمكنهم التحول لهيئة البشر حتى لو كان مستواهم ضعيف، ولكن قوتهم متفوقة على من هم في مستواهم. واخطر واحد هنا هو الكائن ده
بيأمر وقتها الأفعى الوحوش بالقضاء عليهم. بيظهر بعدها الكثير منهم وبيحاصروا المكان، فبيكلم هنا القائد وانج. وانج انت الأسرع هنا، اذهب وهات الدعم. بالفعل بيستعد وانج وبينطلق بأقصى سرعة، ولكن وحوش القرد بيطاردوه بيمنعوه من الهرب. ده معناه مفيش مفر، لازم اقاتل. بياخدهم بعدها لمكان بعيد، وقتها هم بيسأل الصبي لو كان قادر يواجه الأفعى منفردا، وبيهجم الجماعة الوحوش التانية. بيكلم وقتها الأفعى جيوان سوباي. انت واقف ليه؟ بيخرج سوباي الوحشين وبيرد عليه. يبدو انك شخصية صعبة فعلا. هاتشي وايت اظهروا قوتكم. وهنا بيستعد الاتنين وبيفعلوا كل قوتهم. بيقول له وقتها جيوان انت عايز تقتلني؟ تمام، دعني اوريك قوتي قليلا. وبيهجم الاتنين على بعض. بيهجم وقتها تشينج وهان على الوحش الذئبي المتقدم، وبيواجهوا صعوبة في قتاله، وبيصد الوحش ضربتهم بسرعة كبيرة. بينادي وقتها هنا على صوباي. صوباي وانج خد 3 منهم لبعيد، يبدو انه في خطر. صوباي انهي المعركة بسرعة، وانج في خطر. بيقول له صوباي تمام، وبيدمر التعبان الابيض. وبيقول لي هاتشي وايت بينهي القتال بسرعة. فبيهجموا بسرعة كبيرة وبيقتلوا وحوش بقوة ساحقة. بيتعصب وقتها الأفعى من عجرفة صوباي، ولكنه بيلاحظ بعدها قوة كبيرة قادمة من هاتشي. وهنا بيهجم هاتشي بقوة مدمرة وبيدمر كل الوحوش. وصوباي مستني لو كان يعرف لو كان أسرع على الأفعى جيوان، ولو كان وحش زي بيعدي كان زمانه مات. ولكن بيظهر بعدها بهيئته الحقيقية، وبيكلمهم بكل سخرية. انت قوي فعلا، مش قادر اصدق انك اجبرتني على اظهار هيئتي الحقيقية. وبيهجم بسرعة كبيرة على صوباي، ولكن بيتحرك صوباي بسرعة كبيرة وبينتقل لعند هاتشي. فبيندفع هاتشي لعند الوحش وبيهجم عليه بقوة ساحقة. جيوان بيعاني من هذا الهجوم الساحق. بينادي وقتها صوباي على وايت. هو انت مستنيه عزومة يعني؟ اهجمي وانهي الامر. وقتها هن وتشينج بيواجهوا الوحش بصعوبة، ومتفاجئين ان صوباي بيعذب في قائد الافاعي. بيهجم صوباي بعدها وبينهي الامر. بينط بعدها هاتشي وبينزل عليه بقوة مدمرة، واخيرا تم هزيمته هزيمة ساحقة. يلا بسرعة نذهب لعند وانج. وفجأة بيتنفخ جيوان وبينفجر، ولكن بيصد الانفجار بالدرع. بيتفاجئ بعدها ان جيوان لسه عايش وبيهرب بسرعة. بيفكر وقتها صوباي ان هو يطارده، ولكن بيقول له هان صوباي توقف عن مطاردته، انقاذ وانج اهم. بيسيبه بالفعل صوباي وبيغادر بسرعة لإنقاذ وانج. في الجانب التاني بيلاقي وانج مرهق جدا، وبيقول مع نفسه انا لسه بقلل من صوت هذه الوحوش. معناها وحوش مش رشيقة، ولكن قوتها هائلة. معقولة هي دي نهايتي؟ ولكن حتى لو مت على الاقل ساخدهم معي. وبيهجم عليهم بكل قوته، ولكن بيوجه الكرد لكمة قوية بترميه لبعيد. بيهجم بعدها الاتنين بلكمات وركلات قوية بترميه بقوة في الشجرة. بيكلم وقتها وانج نفسه وهو على وشك الموت. هي دي النهاية؟ هيا انهوا الامر، ولكن يوما ما هيدمركم هاتشي. بياخد وقتها القرد السلاح وبيهجم عليه، ولكن بيظهر صوباي في الوقت المناسب وبيصد الهجوم. وبيقول له وانج تماسك. بيقول له وانج انت هنا لجمع جثتي، خد بثأري. وبيسقط ارضا. بيتعصب صوباي جدا وبيهجم هاتشي ووايت على القرود، وبيمسك بعدها صوباي الرمح وبيهجم على الاخير بقوة ساحقة وبيقتله. بيرجع بعدها لوانج وبيحاول يفوقه، ولكن مفيش فايدة. بيعرفوا النظام بعدها وجود سليل قوي يمكنها ان سلالة النمر الابيض، ولكنه حاليا في حالة خطيرة. بس يمكن المضيف استعمال دم جوهر النمر الابيض عشان ينقذه. فهو ترغب في تحويل لوريث السلالة. بيحاول بعدها صوباي يفوق وانج، وبيعرفوا ان في طريقة لإنقاذه.